الاستاذ مصطفى دار مداخله في القمه، تحيه كبيره ليه من هذا المنبر. والحاجه اللي عجبتني في الفيديو في المداخله الماحي والشهيه الكتاب الاحمر تاع بوسبير حاضر في قناه وليد الاستاذ مصطفى داير مداخله مع فرونس 24 والكتاب الاحمر موراه تاع بوسبير دار لهم اشهار بوبليسيتي. ما قالش ليهم الضيوف نرسل لكم نسخه منه. فقط لاختصار الوقت، هل بات كمال داوود بالفعل شخصية غير مرغوب بها بعد أن كان مقبول نسبيا في الجزائر؟ هو الآن متابع قضائيا من ضحايا. هناك سيدة وقعت ضحية لهذا الرجل، يعني أفشى أسرارها وأصدرها في رواية وانتشرت عبر العالم. فهذا أمر لا أعتقد أنه هناك دولة في العالم تقبل بمثل هذا الأمر. هذه إساءة لشخصية معينة هي من رفعت ضده القضية وأخذت مسارها الطبيعي في المحكمة. أما بخصوص منع فيلم مستوحى من إحدى روايات كمال داوود في مهرجان للسينما، المهرجان لديه هو مستقل أيضا عن الدولة ولديه محافظين وهم يختارون الأعمال الأنسب للعرض في المهرجان بعيدا عن تصفية الحسابات. فيلمه رأت محافظة المهرجان أنه لا يصلح للعرض. سيد بونيف أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو عبر عن أسفه للحكم الصادر بحق داوود وأكد دعم باريس له. هل تضع قضية داوود العلاقات الفرنسية الجزائرية أمام اختبار دبلوماسي جديد اليوم؟ أعتقد أنه هذا يعني التدخل في أحكام القضاء أمر مشين لا يليق بأن يكون في أخلاق دول. يعني هذا حكم قضائي ناجم عن شكوى من ضحية واضحة ومعروفة، الجرم واضح، أركان الجريمة مكتملة. فعلى أي وجه يعني تعترض دولة أخرى على حكم قضائي في بلد قضاؤه مستقل؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر فيه تدخل غير مقبول وتدخل سافر، أنه يكون هناك أن يتم التعامل مع أحكام القضائية بهذا الشكل. كمال داوود جزائري والمحكمة جزائرية والضحية جزائرية، فعلى أي أساس يعني تتدخل؟ شكرا لك سيد مصطفى بونيف كاتب وصحفي، وأعتذر عن المقاطعة، كنت معنا من الجزائر. شكرا لك. قوية بزاف هذه، لا يحق لأي دولة التدخل في قضاء دولة القضاء نتاعها مستقل. والله إلا قوية بزاف. خوتنا الرحمة على والديكم، دخلوا للفيديو هذا في الحساب نتاع خونا مصطفى بونيف وطغاو عليه بالتعليقات بإعادة النشر. قنوات فرنسيه كانوا يستقبلوا هذاك المازدا مشاو للعياشه، مشاو كاع داروا له ريبيبلي، مشاو كاع تفاعلوا معاه، مع العلم انه هذاك المازدا خائن وحركي استعملوه باه يضربوا بلادنا وباه